السلام عليكم. عليكم السلام. اهلا ابو احمد، حياك الله. يوم واحد من الزبائن اللي متابعين للصفحة مالتنا ورشة مهدي لصيانة السيارات. طبعا يقول انا دخلت على الصفحة وتابعت شغلكم، ما كنت اعرف مكانكم يعني وما جايكم قبل، فزارنا للورشة وشيكنا على السيارة. راح يحكي عن تجربته، شنو السيارة شنو كان بيها قبل لا تجينا، شنو المشكلة اللي بيها. طبعا بالبداية السلام عليكم. عليكم السلام. لك ابو احمد على الشغل. انا جيت السيارة بها عدة كودات، كود التبخير سوالي يا ابو احمد طبعا بدون تبديل او شيء، وكود يعني فحصت التيربو كان بي اير فلو انتيك اير فلو، يعني همين فحص لي بجهاز البخار ما لقى اي شيء، مجرد عدلنا الفلتر مال الهواء وشيء ويروح هذا الكود. اضافه ل يعني تنظيف البلكات، تنظيف التويتر، وتشيك عام بالجهاز يعني لكل الكودات، وبرمجه اضافيه على مود نتاكد ان الكودات راحت. اضافه لفحص حجر البيئه انه موجود او لا، وكذلك فحص منظومة التبخير اعتقد، منظومة التبخير كذلك كملوك اياها طبعا همين كذلك. واكو بعض الحساسات مال الباتري وغيرها همين عبارة عن تنظيف بسيط ورجع الشيء. وعاشتيتكم انصحكم جماعة الشوفر انه تجون يم استاذ مهدي ابو احمد. لا تستاهل والله، تستاهل. الله يخليك. هسه الحمد لله، شلون السيارة بعد ما كملنا الاجراءات العمل بها؟ ان شاء الله زينة لحد الان الامور زينة. طبعا هنا لاحظوا واحد من الاخوان يقول تشيك مشتغل، هذا ليش؟ شوفوا هنا شنو السبب التشيك مشتغل. هنا عندنا حساس درجة حرارة الجو، هنا اخونا شوي الوقت غير مناسب له وعنده ظروف لازم يروح، فلازم هذا الحساس ينفتح ويتشيك وينفتح الوجه مال السيارة، فصاير جوه ويتجهز بصورة صحيحة. فقال انا عندي شغلة بالراديتر، بين ما افتح الوجه وبدل الراديتر واسوي لي مرة عليكم على المود نضبط الحساس. هسه حاليا ما بها اي عطل، مجرد حساس درجة حرارة الجو بيه مشكلة. حياة ورشة مهدي ناصرية، حي الشهداء، مجاور جامع المحسن، لفحص وبرمجة وصيانة كافة أنواع السيارات الحديثة، كهربائي، سيارات.